السلام عليكم. الا كنتي من الناس اللي في الحياه ديالك كتخدم بزاف وكدير بزاف ديال الاسباب وكتجاهد وكتخدم مزيان في بزاف ديال الاهداف في الحياه ديالك، ولكن المشكله ديالك في الاخر ديال اي هدف واخا كتكون خدمتي بزاف في الاخر ما كتكون عندك حتى شي نتيجه، وديما خاصك تعاود من الاول، وهذا الشيء هذا بدا كيعييك. عندي لك الحل ديالك في هذا الفيديو هذا وفي هذه القصه هذه، لذلك بقى معايا حتى الاخر ديال الفيديو. وقبل من هذا الشيء هذا كامل جيب معاك الدكه ديالك ديال اتاي واسمع لي السامع وقرب عندي وحل قلبك وارتاح، وعلى بركه الله نبداو حكايتنا مع احبابنا الملاح. القصه ديالنا هي ديال واحد السجين اللي حكم عليه الملك ديال واحد القصر بالاعدام. علاش؟ حيت هذا السجين هذا دار شي حاجه اللي خايبه بزاف لذاك الملك، والمشكل ديال هذا السجين هذا هو انه من بعد ما تحكم عليه بالاعدام ما عارفش امتى غادي يطبق عليه ذاك الحكم، وديما كيتسنى امتى غادي يجيو يعلموا باش يقولوا ليه غدا راه هو النهار فاش غادي تعدم، وبقى كيتسنى واحد المده اللي طويله بزاف، حتى لواحد النهار الملك غيمشي عند السجين شخصيا ويدق عليه ويقول له شوف غدا بالصباح بكري من بعد الفجر غادي يطبق عليك الحكم ديال الاعدام بالحضور ديال الناس ديال القصر كاملين. وهنا تخيلوا معايا الحاله ديال داك السجين اللي غدت ليه غادي يتعدم، ولكن قبل ما يمشي الملك قال لي واحد الحاجه، قال لي شوف فهاد الزنزانه هذه ديالك فهاد الغرفه فاش كاين انت دابا كاين واحد الممر الا لقيتي انك تلقاه وتهرب منه من هنا لغدا الصباح الحكم ديال الاعدام ما غاديش يطبق عليك وغادي تاخذ الحريه ديالك. ومباشره الملك مشى من بعد ما قال لي هذا الخبر هذا بلا ما يقول لي حتى شي معلومه على ذاك الباب. ما جا فين يمشي الملك حتى ذاك السجين بدا كيقلب في الزنزانه ديالو كامله على ذاك الممر، كيقلب الحيوطه الجناب كاع البلايص كيقلبهم باش يلقى ديك البلاصه اللي يقدر منها يكون الممر باش يهرب ويخرج من ديك الزنزانه ديالو. بقى كيقلب وما لقى حتى شي حاجه. واحد الوقيته عيا وطلع ليه الدم ويضرب ديك البلاصه اللي كاينه حداه. الضربه اللي غيضرب ديك البلاصه اللي كاينه حداه غيحس بان داك الطرف اللي ضرب ديال الارض غادي يتزعزع، وبان الصوت ديال تما بحال ان كاين شي فراغ. اش غادي يدير؟ غيضارب وغيحيد داك الطرف ديال الاسمات وغيطل وبغا يبان ليه بان كاين واحد الدرج في ديك البلاصه. هنا السجين غادي يقول لقيت الحل ديالي، وغادي يمشي يجري في داك الدروج. غيبقى غادي واحد الوقيته غتبدا تضيق عليه الطريق شويه ما تبقاش انها واسعه بزاف، غيبقى غادي واحد الوقيته غادي يسمع الصوت ديال الماء غيقول الله جاب لي الله الطريق ملي غنهرب. باينه بان الاخر ديال هاد الطريق هادي كاين فيها شي بلاصه ديال الماء، شي واد ولا شي بلاصه نقدر من تما نعوم ونخرج ونهرب من هاد السجن هذا. بقى غادي واخا الطريق كتضيق وكتوسع مره حتى وصل لحد ديك البلاصه. شنو لقى بانه كاين واحد الحاجز وما يقدرش يدوز لديك الجهه اللي كاين فيها الماء، وعرف بان داك الشيء كامل اللي دار ملي لقى ديك البلاصه منين يهرب حتى وصل ديك البلاصه بان داك الشيء كامل اللي دار ما نافعو بوالو، وعرف بان داك الجهد ديالو كامل ما ينفعو في حتى شي حاجه حيت ما يقدرش يدوز للجهه اللي كاين فيها الماء باش يهرب. وشنو دار؟ وبقى راجع بز منه بشويه عليه حتى رجع للزنزانه ديالو. ريح واحد شويه ويقول لا ما يمكنش ان الملك يكون كذب عليا وبان هذا الممر هو بوحدو اللي كاين في هذه الزنزانه هذه. هو يبدا يقلب بدا كيضرب في الحيوطه في بلاصه وغيبدا يقلب ثاني، يبدا يقلب بطرف ديك الزنزانه ديالو. واحد الوقيته غيبدا يضرب في واحد البلاصه وغيسمع بحال المره الاولى بان كاين في واحد الفراغ في واحد البلاصه ديال الارض، وغيحيد داك الطرف ديال الارض وغيلقى عاوتاني واحد الممر اخر في نفس الزنزانه ديالو. هنا غيفرح يقول هنا لقيت الممر ديالي، هنا لقيت من غادي نهرب. وغادي يدخل في ذاك الممر وغيبقى غادي فيه واخا كيضيق وكيوسع كيلقى شحال ديال الحشرات وداك الشيء كامل كيقول هنا غادي نلقى الحل ديالي. وبقى غادي كيدوز من واحد البلايص اللي مضيقين بزاف. واحد الوقيته بقى غادي وما حدو كيقرب في واحد البلاصه ما حدو كيبان ليه الضوء، وفرح وقال هذا هو الممر اللي قال لي عليه الملك. وبقى غادي وكيقول هنا فين كاين الضوء يعني كاين واحد المخرج من غادي نقدر نهرب. وبقى غادي واخا الطريق مضيقه وغادي وتابع داك الضوء اللي كيبان ليه قدامه. بقى غادي حتى وصل ويبان ليه قدام واحد البلاصه فيها واحد الحفره كبيره ومن تما كيبان ليه الضوء كتبان ليه الشمس كيبان ليه كل شيء. هنا السجين فرح قال لقيت الحل ديالي، لقيت من غادي نهرب. ومشى بالزربه حتى وصل ديك الثقبه، غير خرج راسو لقى راسو بانه كاين في واحد البلاصه اللي عاليه بزاف، واحد السور ديال القصر، وبانه الا مشى تخرج من ديك البلاصه ولا نقز غادي يموت واحد الموتى اللي صعب من الاعدام. علاش؟ حيت غادي يتلاح نيشان واحد العلو اللي كبير بزاف، غيطلع على واحد الحجر اللي غادي يقتلو بواحد الطريقه اللي غتكون اكثر من الاعدام اللي غادي يموت به. هنا السجين شنو غادي يدير؟ غيفقد الامل وغادي يرجع وغادي يمشي للغرفه ديالو والزنزانه، واخا في الليل كامل بقى كيقلب على بلايص اخرين ما لقى حتى شي خرجه اخرى اللي غادي يخرج منها من ديك الزنزانه ديالو. وبقى حتى الصباح. بقى حتى الصباح ودى الفجر هو يجي عنده الملك. قال لي امضره شك باقي في البلاصه ديالك كاع ما هربتي ما درتي والو. قال لي راه قلبت الليل كامل وما لقيتش هذه البلاصه. قال لي المهم صافي داكشي دات معاك راه سالي دابا. ويقول لك الحرس اللي معاه يلاه جيبوا لي هذا السجين جيبوه لعندي باش غنديوه للاعدام. هنا داك السجين غيقول لك الملك قال لي عندي اخر طلب لك.
قال لي بغيت نعرف غير فينا هو داك الباب اللي قلتي لي، حيت راه قلبت كاع البلايص ومشيت في شي ممرات ولكن ما لقيتش الخرجه. قال لي عافاك غير قول لي فين جا داك الباب ولا داك الممر اللي قلتي لي غادي نهرب منه. هنا الملك هو يبدا يضحك، قال ليه الممر كان ساهل وساهل بزاف. قال ليه ملي مشيت خليت الباب ديال الزنزانه مفتوح، خليت الباب ديال الحبس اللي كاين فيه انت مفتوح، ولكن انت مشيت كتقلب على بلايص اخرين وما حاولتيش انك تخرج من الباب ديال الحبس اللي خليت لك محلول الليل كامل. وهنا غادي تسالي القصه ديالنا وندوزوا المواعظ والعبر. الموعظه ولا العبره الاولى اللي غنستافدوا من هذه القصه هذه بانه بعض المرات في الحياه ديالنا باننا كنبقاو نجريو في بزاف ديال الاهداف، وكنقولوا بان هاد الاهداف هادو غادي نجريو فيهم في الاخر غتكون عندنا واحد النتيجه اللي واعره بزاف، ولكن كنضيعوا حياتنا وحياه ديال بزاف الناس اللي عايشين معنا، وفي الاخر داك الهدف اللي حنا خدامين عليه ما كان الصالح باننا نخدموا عليه. شوفوا غير هذا السجين هذا كان كيلقى شحال من طريق وشحال من ممر وكيقول هذه هي الطريق اللي غادي نلقى فيها الحل، وكيبانوا لي بحال غيشوف النتائج وفي الاخر ما كيلقى والو. المره الاولى لقى بان كاين واحد الحاجز باش انه يدوز البلاصه اللي كاين فيها الماء، والمره الثانيه لقى راسو بان الثقبه اللي مشى ليها ما غادي حتى شي بلاصه، العكس غادي يديه غير للهلاك. وهذا الشيء اللي كيطرى للبنادم بزاف ديال المرات، كيضيعوا حياتهم كامله على والو وكينساو بانه ماشي المهم بانك تضيع حياتك كامله على واحد الهدف، المهم هو واش ان ذاك الهدف كيستحق انك تضيع عليه الحياه ديالك كامله. الموعظه ولا العبره الثانيه اللي غنستافدوا من هذه القصه هذه باننا كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيلهيونا في هذه الدنيا هذه، بزاف ديال الممرات، بزاف ديال المشاكل، بزاف ديال المشاريع، وكنبداو ندقوا بزاف ديال البيبان وكنبغيو نديروا بزاف ديال الحوايج وكنساو الباب اللي قريب لينا، الباب اللي غيحل لنا كاع المشاكل، الباب اللي الا دقينا عليه ولا الا حليناه غادي تحلوا لنا كاع المشاكل ديالنا. وهذا الباب هو الباب ديال الله سبحانه وتعالى. هذا الباب هذا اللي ديما محلول، والله سبحانه وتعالى كيتسنانا غير امتى نجيو عنده باش انه يحل لنا كاع المشاكل ديالنا. الباب ديال الله اللي خلقنا، الباب ديال الله اللي هو مسبب الاسباب، الباب ديال الله اللي هو ارحم فينا من الوالدين ديالنا، الباب ديال الله اللي خلق كل شيء. وهذا الباب ديال الله كما قلت ديما مفتوح، خاصنا غير نمشيو ليه ونقربوا جهه الله، وكل ما قربنا جهه الله كل ما هو كيقرب جهتنا. وراه واخا نبقاو نجريو في اي حاجه اي هدف في الحياه ديالنا كامله ونبقاو نشوف بزاف ديال الممرات بزاف ديال الطرق، الا نسينا الطريق اللي هو ديال بصح اللي هو طريق الله ما غادي نديروا حتى حاجه في الحياه ديالنا، والاهداف كامل اللي خدامين عليها والطرق اللي كامل اللي كنخدموا فيها كيبقاو طرق اللي غادي يديونا في كاع الاحوال لحاجه اللي عندها علاقه بالدنيا. وغدا ولا بعد غدا كما السجين غادي يجي النهار اللي غادي نموتوا، هو ذاك النهار ديال الاعدام اللي غادي نكونوا حاولنا فيه كاع الطرق وكاع البيبان اللي قدامنا الا الباب ديال الله، وديك الساعه غادي ندموا بزاف على داك الوقت كامل اللي ضيعنا واننا ما مشيناش لطريق الله. وحاليا جاينا واحد الفرصه اللي كبيره بزاف اللي الباب ديال الله كيكون مفتوح بزاف اللي هو شهر رمضان. الشهر ديال رمضان. يمكن انك انت اللي كتشوف دابا الفيديو ديالي ان رمضان بدا عندك ولا غتشوفه قبل ما يبدا رمضان، ولكن كون متاكد بان هذا الشهر هذا خاصك تستغله مزيان، وداك الباب ديال الله سبحانه وتعالى تدخل ليه مزيان وتقرب عند الله مزيان باش تستافد وانك تعتق الروح ديالك من جهنم. ونسى كاع البيبان الاخرين، نسى كل شيء، ولكن فكر بان الله سبحانه وتعالى عطاك واحد الفرصه، فرصه من ذهب، فرصه ديال سيدنا رمضان. استافد منه، صلي، صوم، طلب الله، تصدق، دير اي حاجه اللي غتقربك الله، كيف ما كدير في الحياه ديالك مثلا في الخدمه ديالك انك تخدم مزيان وباغي ان الباترون ديالك بانه يكون راضي عليك، خدم الله سبحانه وتعالى باش انه يطلع الدرجه ديالك، باش انه يغفر الذنوب ديالك كاملين ويمحي السيئات ديالك كاملين وتضمن تيكي ديالك للجنه ان شاء الله. وكيف ما ديما غادي نكملوا الفيديو ديالنا بهذه الايات القرانيه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
صدق الله العظيم. الى عجبك هذا الفيديو هذا ما تنساش بانك تخلي واحد جيم واحد الكومونتير وتبارطاجي هذا الفيديو باش يوصل اكبر عدد ممكن ديال الناس، باش الرساله ديالي ما توقفش غير عندك انت ولكن توصل بزاف ديال الناس، ونحاولوا نوعيو الناس اللي دايرين بينا. وخاصه انت ولا انت قول لي في كومونتير اش بالك في هذه القصه هذه. وما ننساش نقول لكم رمضان مبارك كريم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كان معكم خوكم عز الدين بنان، خير ان شاء الله. السلام عليكم.